السيسي عارف وحضرتك عارف برضه ان رفع سعر البنزين بالذات بيرفع اسعار كل السلع اللي بيستهلكها المواطن بنسبة كبيرة او اكبر. ليه؟ لان المواصلات ببساطة بتغلى بارتفاع اسعار البنزين. لحظة، لان الخضار بتنقله عربيات وبالتالي بيحط على المستهلك، يعني الدنيا بتولع. يعني اذا كنت بتشتكي دلوقتي من غلاء الاسعار يا مواطن، اسمح لي ابشرك ان الاسعار هتزيد بنسبة 60% على الاقل من اول شهر يوليو 7 يوليو حزيران غالبا. يعني البيضة عدم اللامؤاخذة لو بتشتريها بجنيه هتبقى بجنيه ونص، عدم اللامؤاخذة على الاقل من اول 7. بس للامانة والتاريخ ان عايز اقول كلمة حلوة في حق السيسي، لانه في النقطة دي تحديدا كان صريح زيادة عن اللزوم وما خباش نواياه عن الشعب. وتاني مرة مش اول مرة هنصفك يا سيسي في البرنامج ده واجي لك او اجيب لك في لحظة الصدق الوحيدة اللي في حياتك. شوف السيسي كان قال لك ايه. تستحملوا صحيكم الساعة 5 الصبح كل يوم؟ تستحملوا الاكل ننكمش فيه؟ تستحملوا التكييف ننكمش فيه؟ تستحملوا ان انا اشيل الدعم مره واحده؟ تستحملوا ان انا اشيل الدعم مره واحده؟ اشيل الدعم مره واحده؟ تستحمل؟ تستحملني؟ اضغط عليك وتستحملني؟ يا ده انت هتستحمل كتير قوي. السيسي كان صادق جدا. سيبك من 5 الصبح دي كانت واسعه منه شويه عادي يعني. انما قال لك تستحمله؟ تستحمل يعني يا مواطن الراجل كان صريح معاك، وقناه الجزيره زعت له التسريب ده. فلو الاسعار لا مؤاخذه بتكويك على الجنبين فلا تلومن الا نفسك. بس لا مؤاخذه لا مؤاخذه لما تحب تلوم نفسك لومها في السر خالص. ليه تلومها في السر؟ مش عشان حد يقبض عليك، بالعكس عادي تلوم براحتك. بتلوموني وبتلوموني، ده انت بتلوم في السر عشان الاخوان ما يشمتوش فيك، صح؟ ما هو للاسف انت لما بتقابل سيساوي دلوقتي يقول لك والله السيسي كويس بس الشعب ده ابن كذا، على طول تعرف انه سيساوي. على طول تعرف ان صاحب المقولة دي هو مش قادر يتخلى عن كبريائه ويعلن صراحة انه شارك في توريط مصر في اختيار الراجل ده. فيقول لك ايه، والله المسألة طلعت بقى على فكرة مش مسألة رئيس، لا لا لا، طلع ان الشعب بتاعنا ابن لا مؤاخذة من باتا. اعرف على طول انه بيقول لك التصريح ده مش قادر يعترف انه كان مغفل، اتضحك عليه، كان متواطئ. وفعلا السيسي مش سهل مع المواطن. اي مواطن زي ما قال، هو قال بنفسه كده وقال عن نفسه كده، والدليل اهو. تفاصيل فرض ضرائب على عربات الفول والطعمية والترشي. طب سيبوا لنا الترشي يا جماعة، خدوا الفول والطعمية وسيبوا الترشي. دي ليلة زرجة، والله زرجة. طيب بعد ما تابعنا اخبار مصر النهاردة اللي لا تسر عدو ولا حبيب، الحقيقة لا تسر لا عدو ولا حبيب، وما اعرفش الناس ممكن تسكت عليها ليه. واتأكدنا خلاص ان الاخبار بقت برميل بارود مستني شرارة علشان تنفجر بإذن الله في وش السيسي وعصابته. قلنا اكيد السيسي واجهزته الامنية عارفين الكلام ده، لانهم اكيد متابعين زينا الاخبار اللي هتشوفوها على الشاشة دلوقتي، مش كده؟